يا جماعة، اليوم بدنا نعمل سوا أكلة اسمها الشاكرية. طبعا الشاكرية هي أكلة دمشقية قديمة وموجودة من زمان. تاريخها بيرجع، بيقولوا والله أعلم إذا حدا عنده معلومات أزبط يا ريت يخبرنا. بيقولوا إنها بتعود من أيام العثمانيين لما كانوا يعملوا اللبن واللحم، لأنه كان أيامها إنه موجود الألبان الموجودين الأغنام بكثرة، وكانوا ياخذوا من اشتقات الحليب ويعملوها. وبيقولوا إنه اسمها رجع من كلمة شكر، اللي هي بيكون مرتبطة بالتعبير إنه إحنا بنشكرك بنمتنك، فسموها شاكرية، إنه كأنه شكر على الطعام، إنه الأكل لذيذ والطعام لذيذ. يعني من هاي الناحية طلعت كلمة الشاكرية. وأكتر ناس بيعملوها أهل الشام وأهل حمص وأهل حلب. في ناس بيحطوا لها تومة وكزبرة، في ناس بيحطوا لها بيضة. أنا والله للأمانة ما بحط لها بيض. مكوناتها: عندي لبن انعاج. شو بقصد بلبن انعاج؟ لبن انعاج يعني لبن من الحليب الغنم الصافي بنجيبه، ومع لبن عادي زبادي. عندي لحمة راس العصفورة، غنم أو بقر. إحنا بنجيب الغنم أو مرات بنخلط، بس لا هلأ الغنم. وبصلتين 3 مفرومين ناعمين، وبيحطوا كمان بصل حبات صغيرة بس إحنا ما بنحط، حسب ما أنا وولادي متعودين. وورق غار وفلفل وملح ونشا. كل كيلو لبن أنا بحط له معلقة نشا. هدول تقريبا كيليين وشوي، حطيت لهم معلقتين نشا. وبرغل. ليه البرغل؟ طيبتها مع البرغل وبصير مع الرز. احنا بناكلها مع البرغل بنلاقيها طيبة وخفيفة. هلأ خليني أرجيكم كيف بنعملها على السريع، وخليكم معنا نشوف كيف بنعملها على السريع. ما بتاخد وقت، أكلة طيبة باردة رطبة بهالأوقات اللي احنا عم نمرق فيها شوي بالشوب. فخلينا نبلش سوا، خليكن معي لنشوف كيف بدنا نبلش. هلا اول شيء انا شو بدي اعمل؟ اللحمه نضيفه. انا بحب قلي اللحمه، يعني انا عشان اختصر للوقت بحب قلي اللحمه تلقلاي بدون لا زيت ولا سمنه. اولها بتاخد لون، بتتنضف بتتعقم، ما بتعود هيك بتشر مي كتير. بعدين بحط لها ورق الغار والفلفل بس، ولا هيل ولا شي بالنسبة إلي، لأنه اللبن أي طعمة بتأثر عليه. تمام. قلت لكم في ناس بيحطوا لها توم وكزبرة، نحن لا والله، وحمص. احنا والله للأمانة لا، احنا أصولها أصلا بيطبخوها بالموزات، أما احنا بنطبخها بلحمة بسموها هون راس العصفورة، أو احنا هيك بنسميها، أو هي مسماها والله ما بعرف، راس العصفورة. بنعملها، بس هي أصلها بالموزات، هي بتنطبخ بالموزات. بس أنا كون إنه أولادي ما بيحبوا الموزات نهائيا ولا حتى بالمنسف، فبنعملها بلحمة راس العصفورة. لكن هي أصولها أنا بعرف إنها بالموزات، بيحطوا لها بيض عشان يعطيها دسامة. خلينا نبلش نسلق اللحمة ونخفق اللبن، ونأرجيكم مقاديرها على السريع، وأرجيكم كيف فلفل برغل طيب. خليكم معي. لا، هي اللحمة راس العصفورة. تمام. بدي احطها، قليها بالطنجرة بدون ولا شي، مجرد ما بتاخد هيك تشويحة بسيطة رأسا بحط لها مي سخنة وبضغطها. ما بنحط لحمة، عفوا، ما بنحط ملح للحمة، لأنه إذا حطينا لها ملح بتشد. الملح بنحطه بعد استواء اللحمة تماما، لأنه الملح بخليها تشد. أي لحمة بنطبخها ما بنحط لها ملح إلا لما بتستوي. يلا خليني أقليها وأرجيكم. أخفق اللبن. بالنسبة للبن، أنا اللبن بحط له النشا وبخف، وفي ناس بحط له بيضة. أنا ما بحط بيضة للأمانة، وما بحط له مي نهائيا إلا بس يستوي ينطبخ اللبن عفوا ويغلي بحط له مي. أي إضافة مي بتطول بعملية غليان اللبن. فإذا بدك لبن طيب ويغلي معك بسرعة ما بتحطي مي نهائيا. أنا شوفوا كيف بضيف النشا. هدول 2 كيلو لبن وشوي، ححط لهم معلقتين نشا حبيباتي. شايفين يا حبايبي كيف على السريع؟ صدقوني أكل كتير سهل وما بتاخد وقت. وبنخفق اللبن بالنشا وبحطه على الغاز يغلي. بس يغلي بكون أنا سلقت اللحمة مع البصل، بزيد اللحمة والبصل فوق اللبن، بخليها تغلي لها غلوتين غلوتين 3 وبناكلها. خليني أخفق أنا على السريع. هي اللحمة بطنجرة الضغط تتقلب، ضل هيك اشي بسيط. هلا حكمل تقلايتها واسلقها وحط لها البصلة وورقة غار ورشة فلفل، وبتستوي بسرعة. وما بنحط لها ملح لأنه الملح بخليها تشد.
واللبن ما بنحط له مي لانه بيطول بعمليه غليانه. خليني اخلصها وارجيكم كيف حطبقها. هي قلينا البصل مع اللحمه. هلا انا بحط له نتفه زيت نباتي او سمنه حسب ما انت بترغبي، وفي ناس ما بيحطوا شيء. انا بالنسبه لي نتفه بسيطه بسيطه عشان ما تطعم باللبن. وشوفوا ورقتين 3 غار مش اكتر عشان تسحب الزفره، بس لانه ورقاتي صغار. وشوفوا حبايبي رشة فلفل لا تسكر، اشي بسيط، لانه سبحان الله اي شي بيأثر على طعمة اللبن. حقلبهم وزيد لهم شوية مي واضغطهم على طنجرة الضغط تبع الكهرباء. يلا هون انا بلشت شو قلي الشعرية، لأنه للأمانة أنا تأخرت شوي بغداي، كان عنا اليوم تخرج حنين عقبال عند أولادكم يا رب من الثانوية العامة بمدرستها، فرحنا حضرنا التخرج ولبين ما خلصنا ورجعنا وجبت أغراض الطبخة، والله للأمانة تأخرت، فعشان هيك حطيت اللحمة تنسلق. هي قليت الشعرية، والله حتى عم فكر اطبخها هون على السريع عشان الوقت. هلا انا الشعريه قليتها وحطيت لها مي مغليه عشان تفتح حبتها. والبرغل يا بتحمصوا يا بتغسلوا، انا من جماعه اللي بحمص البرغل، بلاقيه طيب وبتطلع ريحته كتير حلوه. هي حمصت البرغل وحطيته، حزد له شويه مي، والبرغل ما بيتهدى كتير. لازم تاخدوها قاعده، البرغل مجرد ما بيشرب المي يعني بالكتير 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 5 دقايق 6 دقايق وبنطفي عليه مو اكتر، بيستوي لحاله، بتفتح حتى